40 مليون مشاهدة للفيديو بتاع مستر بيست وهو بيزور الأهرامات. تعال أقول لك إيه اللي حصل في زيارة من أشهر يوتيوبر في العالم مستر بيست للأهرامات. ودخل أماكن كتير جدا محدش غيره دخلها، أماكن خطيرة، أماكن ممنوع إن حد يدخلها ويصور فيها. ولكن مستر بيست قدر إن هو يدخل الأماكن دي، وصل لأعلى حتة في الهرم ولأعمق مكان في الهرم. طبعا كان معاه ناس متخصصين زي دكتور زاهي حواس. كمان دخل مقابر العمال، ودخل وصور في مقابر كتير جدا، منها مقبرة أوزوريس، وصل لتحت خالص لغاية ما وصل للمياه الجوفية. وصور في مقبرة كمان اسمها مقبرة الكهنة، اسمها مقبرة إمري، ودي أصلا كمان مقبرة ممنوع فتحها. المهم إن هو صور في أماكن كتير جدا، أظهر الحاجات التحفة اللي جوه الأهرامات وجوه المقابر ديت، أظهرها للعالم كله. طبعا مستر بيست اشهر يوتيوبر في العالم، اكد ان طبعا المصريين هم اللي بنوا الاهرامات، مش اي اشاعة اخرى بتتقال على ان الاهرامات دي مش اللي بناها المصريين. الموضوع بالنسبة لي مختلف إلى حد كبير. أنا شخصيا حابب أشكر مستر بيست من خلال الفيديو ده، والمفروض إن أي حد طلع بيتكلم على الفيديو ده إن إحنا كلنا نشكر مستر بيست إنه وضح الحضارة والجمال المصري للعالم كله. يعني بقول لك في يوم جاب تقريبا 40 مليون مشاهدة، ولسه الفيديو هيكمل. الراجل ده أشهر يوتيوبر في العالم، أظهر جمال مصر، أظهر جمال الأهرامات، خاطر بحياته وبنفسه عشان يصور الحاجات اللي محدش غيره هيعرف يصورها. شكرا مرة تانية لمستر بيست. الفيديو كان جميل جدا، أنصحكم تشوفوه وقولوا لي شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم في كومنتات.